قصة السيدة زينب عليها السلام منذ ولادتها إلى يوم وفاتها. دعونا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. ولدت السيدة زينب عليها السلام في 5 من جمادى الأولى عام 6 هجرية أو 5 هجرية في المدينة المنورة. والدها هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ووالدتها السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. وجدها رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نشأت السيدة زينب في بيت النبوة، وتربت على يد جدها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمها الزهراء عليها السلام. تعلمت من أبيها وأخويها الحسن والحسين قيم الشجاعة والعدل، ومن أمها الزهراء دروس الإيمان والصبر. تميزت بالذكاء والحكمة والفصاحة، واشتهرت بلقب عقيلة بني هاشم، كما لقبت ببطلة كربلاء لدورها العظيم في واقعة الطف. تزوجت السيدة زينب عليها السلام من عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه ابن عمها، وأنجبت منه أبناء من بينهم علي، محمد وعون. رغم انشغالها بأسرتها، كانت دائماً إلى جانب إخوتها وأهلها، خاصة في الفترات الحرجة من التاريخ الإسلامي، خروجها مع الإمام الحسين عليه السلام. عندما قرر الإمام الحسين عليه السلام الخروج إلى كربلاء، رافقته السيدة زينب عليها السلام برفقة أبنائها وأهل البيت. خلال المعركة وقفت السيدة زينب شاهدة على تضحية الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، ورغم المآسي التي حلت بها أظهرت صبراً وشجاعة منقطعة النظير. بعد استشهاد الإمام الحسين وأصحابه، تولت السيدة زينب عليها السلام مسؤولية رعاية النساء والأطفال من آل البيت، وتحملت قسوة الأسر والسبي. في مجلس يزيد بن معاوية، ألقت السيدة زينب عليها السلام خطبة مؤثرة أظهرت فيها مظلومية الإمام الحسين عليه السلام، وفضحت الظلم الذي ارتكبه يزيد وجيشه. من أبرز أقوالها: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. رسالتها الإعلامية كانت خطبها وكلماتها أداة قوية في إحياء قضية الحسين عليه السلام ونشر الوعي بمبادئ ثورته. بعد إطلاق سراح السبايا، عادت السيدة زينب عليها السلام إلى المدينة المنورة. هناك استمرت في دورها كصوت للحق وناطقة باسم نهضة الحسين عليه السلام. تختلف الروايات حول مكان وفاتها، البعض يقول إنها توفيت في المدينة المنورة، وآخرون يذكرون أنها دفنت في دمشق سوريا. ويعتقد أن وفاتها كانت في عام 62 هجرية أو 65 هجرية. يعد مرقدها في دمشق مزاراً مقدساً يقصده المؤمنون للتعبير عن حبهم وتقديرهم لشجاعتها. الثبات في مواجهة الظلم. كانت السيدة زينب نموذجاً للشجاعة والإيمان في أشد الظروف. نشر الحق، لعبت دوراً محورياً في إيصال صوت كربلاء للعالم. الصبر على الابتلاء. علمتنا كيف يمكن للإنسان أن يواجه المحن بالصبر والإيمان. إذا كنت ترغب في تفاصيل إضافية عن أي جزء من حياتها، فأنا في خدمتك.